قصور ومش عايزين نطول عشان ناخد الحقن، لان اغلبيتكم المره اللي فاتت كانوا عايزين الحقن، مع ان الحقن مش من ضمن اول الاسعافات الاوليه، ولكن برضه هنتعلم على الاقل حتى تطلعوا بحاجه لو الناس مش حابه ان هي تكمل، مفيش مشكله. نديكم معلومه عشان تنفعكم فيما بعد، لان اغلبيتنا بنروح لدكاتره واغلبيتنا بيبقى عايزين ناخد حقن. طيب دلوقتي الحروق، الحرق ده ليه كام درجه؟ اشمعنى؟ في حرق بتاع الشمس اللي هو بيحرق بس الجلد من بره، وفي حرق مثلا لو ميه اتسلقت، في حرق بقى اللي هو الحرق جامد بتاع النار اللي هو ميه النار دي او الجلد ده بقى بيوصل للطبقه الثالثه. حلو، درجه اولى ودرجه ثانيه. تمام، يبقى انا عندي درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه. بصوا يا شباب عشان الموضوع ده هسالكم فيه بعد كده. انا دلوقتي عندي الجلد، اول حاجه في طبقه من فوق اللي هو سطح الجلد، تمام؟ تحت الجلد في مين؟ اوكي، كل ده تبع الجلد برضه. انا تحت الجلد مش فيه دهون؟ لما بتاكلي معلش ورك الفرخ، مش الورك ده بيبقى فيه جلد وتحت الجلد فيه دهون، وبعد كده تاكل اللحمه اصلا اللي هي العضل، يبقى انا عندي الجلد 3 طبقات. اي نعم الجلد ده في حد ذاته ليه كذا طبق، ماشي، بس احنا هنقول كل ده السكن، السطح بتاعه. بعد كده عندي دهون، بعد كده عندي مين؟ العضل، وده هيفيدني جدا. هنيجي مثلا هنلاقي الحرق اللي في الدرجه الاولى بيصيب ده من فوق كده، يعني يبقى مجرد احمرار وات ايفر بقى. بسبب ايه؟ هل بسبب ميه سخنه وانت بترفعي الحله بتاعت الطبيخ، البخار ذات نفسه، تمام؟ الحاجات الشمس دي ممكن تعمل لي حرق من الدرجه الاولى. يعني انا كده حرقت الحاجه اللي من فوق بس كده، الطبقه اللي من فوق بس. طب الدرجه الثانيه بقى، الحرق الدرجه الثانيه ده بيوصل لانهي طبقه؟ ما هو لسه ما دخلش على الدهنيه، لان الطبقه الدهنيه يعني مش كبيره قوي. هتلاقيه ان هو دخل هنا كده، يعني دخل على طبقات الجلد ذاتها، فيبدا يعمل ايه؟ فقاقيع كده او فقاقيع، ماشي، يعمل لي بقليل كده. ودي سبحان الله دي من الحركه اللي الجسم اصلا بيسحب الميه عشان يرطب الحرق، تمام؟ تلاقي بقى الدرجه الثالثه، ودي الوحشه قوي لدرجه ان هم خلوا في درجه رابعه. الدرجه الثالثه تلاقي الحرق وصل لكل ده، وصل لمين؟ للعضل. تلاقي كده الواحد لا قدر الله بعد الشر عليكم، لو واحد حصل له المشكله دي تشم ريحه الايه؟ الشوي كده. ليه؟ لانه وصل لمين؟ وصل للعضل. فدي الدرجه الكام؟ الثالثه. في حد يقول لك ده في درجه رابعه اللي هي ايه بقى؟ ان يوصل للعظم. ولو وصل للعظم ممكن يقتل الخلايا الايه؟ العصبيه. تخيلوا ده بقى لما يوصل للخلايا العصبيه هيحس بألم ولا لا؟ مش هيحس، لان انا بالفعل خلعت، موتت العصب اللي بيخليني بحس بألم. بدليل ايه؟ الناس اللي بتعمل حشو لاسنانها، حشو العصب، لما الحشو ده بيفك ولو حصلت مشكله في الضرس مش هيعرف، لان انت عينت العصب اللي بيوصل رسائل للمخ لو في ألم، انت وقفته خلاص، عينته، حرقته، قتلته، تمام؟ فمش هتحس بايه؟ بألم. ولكن ده خطير، ده بيؤدي الى حاله الايه؟ الوفاه. وفي كتب تقول لك ان الدرجه دي ودي الثالثه فقط، هي الثالثه برضه. فالثالثه ممكن نقسمهم لحالتين، لا توصل للعظم لا ما توصلش، لا تقتل الخلايا العصبيه لا ما تقتلهاش، تمام؟ طيب في المرحله الاولى اللي هي الدرجه الاولى مجرد احمرار، ولو في فقاقيع تبقى حاجه بسيطه قوي. دي يروح المستشفى؟ مش مستاهله. ايه اللي بتعملوه في البيت؟ ليه مش هينفع ميه؟ الميه تعمل ايه؟ لا طب خلاص ماشي، نعمل ديسكشن او نناقش بعضينا كده بس واحده واحده. تمام. ميه فتره، ليه ما اعملش ميه بارده؟ ليه ما اعملش سوري ميه ساقعه؟ علشان درجه الحراره الميه سخنه يبقى لو انت عملت ميه ساقعه يعني تبوظ الاعصاب بتاعتنا. ايه السبب التاني؟ ليه ما اعملش ميه ساقعه؟ ليه لو واحد مثلا معلش ماشي، ايه تاني؟ يعني الانسجه مش هتموت يعني من الميه الساقعه. طب سؤال بطريقه تانيه، لما يكون واحد حصل له ضربه شمس او درجه حرارته عاليه، بتعملوا كمادات بميه دافيه، بميه فتره نازله من الحنفيه، ولا بميه ساقعه؟ لا،
مش بميه ساقعه، مش بميه دافئه، قصدي اقول ميه فتره يعني نازله من الحنفيه. بصي يا شباب الفكره في ايه؟ ميه الحنفيه دي درجه حرارتها زي درجه حراره الغرفه، او فيما معناه قريبه من درجه حراره جسمك، تمام؟ فانا كل اللي عايزه اعمله ايه؟ اعمل تبادل حراري. فانا لو حطيت ميه من الحنفيه فتره اللي هي قريبه من درجه حراره جسمك، انا هسحب السخونه بتاع جسمك لحد ما توصل لدرجه حراره الايه؟ الميه. يبقى انا كده زي الفل، صح؟ مش انا كده عايزه اقلل درجه الحراره عشان توصل لدرجه حراره جسمك اللي هي الطبيعيه، تمام؟ لكن انا لو حطيت ميه ساقعه بقى، درجه حراره جسمك بالميه الساقعه دي اولا مش هتقلل درجه الحراره، لان انت تعمل لها صدمه. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه؟ صح، ليه؟ حد عارف ليه؟ هياخد 5 جنيه برضه. انا مش هدفع فلوس النهارده. ها، حد عارف ليه؟ لا مش هتموت الاعصاب ولا حاجه. صح، ليه بتقفل المسام؟ برافو عليك، يا بتقفل المسام ليه؟ عشان كده الناس اللي في وشها مسامات واسعه يقول لك حطي تلج ومش ده كلام فاضي، كلام فاضي. مسافه ما التلجه تسيح ولا درجه الحراره تسخن تلاقي المسامات وسعت تاني. ليه بقى؟ ليه؟ لان الميه الساقعه بتقفل المسامات، بس انا ماليش دعوه بالمسامات دلوقتي. بتقفل الاوعيه الدمويه، بتعمل فازو كونستريكشن، بتضيق الاوعيه الايه؟ الدمويه. لما انا اضيق الاوعيه الدمويه هعمل تبادل حراري مع مين؟ ما هو الميه بتعمل تبادل حراري مع مين؟ مع الدم يا جماعه. والدم، ما هو الدم ده هو اللي مسؤول عن التدفئه بتاعتي، هو اللي بيدفيني. فانا المفروض لما هاجي هعمل كمادات ميه هعملها في الاماكن اللي فيها اوعيه دمويه كتيره. مش انتوا عارفين كده؟ يعني المفروض بعملها فين؟ على جبيني، تحت الابط، على البطن، على الاماكن اللي فيها ايه؟ اوعيه دمويه كتيره. ليه؟ عشان اسمح التبادل الحراري ما بين الميه وما بين الاوعيه الدمويه. طب حضرتك رحت جبت ميه ساقعه راحت قفلت الاوعيه الدمويه، هتعمل تبادل حراري مع مين؟ مفيش، صح؟ يبقى ممنوع استخدام الميه الساقعه. هي ميه فتره ولمده 10 دقائق لربع ساعه. هياخد مسكن او ما ياخدش، لان هي درجه ايه؟ الدرجه الاولى يعني بسيطه. بيبقى عندنا مرهم حروق في البيت عشان يسرع الشفاء او الهيلينج بتاعه الجرح وفي نفس بتاعه الحرق، وفي نفس الوقت ايه؟ ما يطولش معاه لان هو مؤلم. تمام؟ الدرجه الاولى مؤلمه، الدرجه الثانيه مؤلمه، الدرجه الثالثه ممكن تكون مؤلمه او لا، على حسب انا جيت على العصب ولا ما جيتش. تمام؟ طب في الدرجه الثانيه دي بقى ايه اللي هيحصل؟ احنا لسه برضو عند الجلد ودخلت في الجلد ذاته. ايه اللي بيحصل؟ بتلاقيها فقاقيع كده، مليانه فقاقيع. الفقاعه دي تلاقي الناس مثلا فضتها، ده صح ولا غلط؟ غلط. ليه بقى غلط؟ عشان البكتيريا في المكان. برافو. اول حاجه الفقاعه اللي حصلت دي مهما كانت ورمه ولا كده، الجلد مقفول ولا مفتوح؟ مقفول. حضرتك هتفتحه يعني هتعرضه للجو، يعني هيحصل انفكشن، تمام؟ اللي هي العدوى. يبقى المفروض اخليها ايه؟ مقفوله. تاني حاجه لازم احافظ عليها مقفوله عشان ما يبقاش بينفول، ما يبقاش مؤلم. طيب تالت حاجه بقى ان الجسم فيما بعد هو هيمتص الميه اللي موجوده جوه البقليله دي، هو هيمتصها ويرجع يستفاد ايه؟ يستفاد بيها. يبقى في الدرجه الثانيه هعمل ايه؟ برضو هحط الحرق تحت الميه 10 دقائق او ربع ساعه لحد ما الدنيا تخف معايا. ما حاولش افقع البقليله اللي موجوده دي، تمام؟ لو اتفقعت هتضطر ان انت تحط مضاد حيوي. ليه؟ لان انت عرضتها للجو وممكن يحصل التهابات فيها. بنحط حاجات للحرق زي كريم كده اسمه ميبو لو تسمعوا عنه، تمام؟ ده كويس، ريحته كده شبه ريحه الشمعدان، تحس وانت جعان انت عايز تاكله. نعم؟ ايوه ما بقول لك ماشي. طيب هنلاقي بقى ايه؟ يبقى الحرق التاني ده، الحرق التاني ده ممكن اروح للدكتور طبعا لان هو اللي هيكتب لي على مضاد حيوي، تمام؟ هو اللي هيقول لي هعمل ايه لو الفقاعه دي اتعملت. طب المرحله الثالثه دي بقى ايه اللي بيحصل فيها؟ ده لازم مستشفى. انا مش هعرف. من اول حاجه بعملها من ضمن الاسعافات الاوليه ان انا اخد البيشنت لمكان امن واعمل تشيك للبالس اللي هو النبض والنفس.
بعد كده اعمل كل للاسعافات الاوليه. الشخص ده لو هو بيتحرق وطالع يجري كده اقول له ما تجريش، لان انت لو النار ماشيه في جسمك وانت عمال تجري هتخلي النار تمسك في الحاجات اللي موجوده. لو في بطانيه الفه بيها، لو على الارض هقول له ايه يعني اتمرمخ كده عشان ايه تقفل. لو هو مثلا عارفين لو بيحصل حرق في البيت بزيت، ينفع نطفي الزيت ده بميه؟ يقول لك ممنوع. اي حاجه من مشتقات الزيوت او مشتقات البترول ما ينفعش اطفيها بميه لانها بتزيد، بتساعد على الاشتعال. عشان كده كان بيقول لك ايه، لو احنا طبعا مش عارفين نجيب بطانيه ولا كده، هاتي دقيق من البيت وحطيه على الحرق، على الزيت اللي سخن قوي ده، دقيق وحطيه هتلاقيه هو ايه طفي. طيب في الدرجه الثالثه دي بقى مشكله، يعني مثلا بنلاقي الاطفال على حسب الدرجه الثانيه على فكره مش حلوه لو وصلت ل 70% من الجسم. لو وصلت مثلا بتلاقي الاطفال الصغيرين من كتر ما هم دايرين ورا ماماتهم في المطبخ ميه سخنه تتكب عليهم. هي الحمد لله مش درجه ثالثه بس درجه ايه ثانيه. والمشكله ان هي كلت الايه الجلد من بره، ما جتش على الدهون ولا عند العضل، عملت مشاكل في الجلد، فممكن تسيب اثر ولا لا؟ هتسيب اثر. فلازم الطفل في الحروق يتعامل رعايه كويسه لان المظهر مهم جدا. تمام؟ تلاقي الام اول ما حصل كده تروح حاطه ابنها تحت ميه فتره، ولو هتعرف تخلع له هدومه لان هي مش لازقه، تخلع له هدومه وتلفه بحاجه قطن نظيفه وتروح توديه المستشفى وتشوف الدكتور بقى هيعمل معاه ايه. تمام؟ طب لو حرق الدرجه الثالثه، كان في مس هي ما جاتش تقريبا، في مس المره اللي فاتت سالتني وقالت لي يا دكتور لو واحد عنده حرق ونزيف هعمل ايه؟ برافو، هوقف النزيف الاول. على فكره الحرق بيوصل للموت. ليه؟ لان انت الحرق الدرجه الثالثه وصلت للمصل او العضل، معنى كده انت وصلت للاوعيه الايه؟ الدمويه. معنى كده ان انت عمال تسحب لي ايه؟ تسحب لي الدم ويدخل في حاجه اسمها هايبوفوليميك شوك، يعني كميه السوائل اللي في جسمه قلت، فيدخل ايه؟ يحصل له هايبوتنشن، ضغطه يوطى ويموت. تمام؟ اول حاجه هوقف له النزيف، لان انا عندي للاسف سببين للوفاه. انا عندي نزيف وعندي حرق. الحرق ينفع هلمه، لكن النزيف اسرع في الوفاه من الحرق، صح؟ فانا هوقف النزيف وبعد كده الحرق ده. لو لبس وليكن لابس بنطلون جينز او بنطلون الحاجات اللازقه على الجسم ده ما نحاولش تعينها، لان انت حضرتك هتعينها بطريقه مش بروفيشنال او بطريقه مش مهنيه كويسه، وتروح بقى سايب جلده كده متعري وتروح توديه المستشفى. حضرتك انت كلمت الاسعافات، استنى لما الاسعافات تيجي، خلي بالك من النبض والنفس، وتروح بقى ايه موديه المستشفى، هي اللي تيجي تتعامل معاه، وهي بقى اللي تقص اللبس اللي موجود بطريقه كويسه، وفي الوقت ده تعمل له الرعايه اللازمه. يبقى لو في لبس لازق مش هعينه، هاخده كده لو لازق، لكن لو مش لازق هعين والفه بشاش ايه؟ بشاش طبي، او لو ما عنديش شاش طبي في البيت بايه؟ بقماشه او اي حاجه قطن كده ايه نظيفه. تمام كده؟ الكسور بقى بعمل ايه في الكسر؟ انا مش بعمل اي حاجه، انا كل اللي انا بعمله ان انا بحافظ على الوضع التشريحي للعظم. يعني مثلا لو حد مكسور في صباعه ولا رجله هيحس بألم؟ مش هتحس بألم الا اذا حد حركه، صح؟ يبقى انا ايه اللي ملزوم مني في الكسر؟ اثبت بحيث ان هو ما يتحركش، اثبته منها ما يحسش بألم. تاني حاجه ان الشخص ده برافو، العظم اللي جوه ده مكسور، يعني ايه؟ يعني بقى شرب من جوه، بقى حاد. فاكرين لما قلنا ان احنا لما بنيجي نعمل كومبريشن بالقلب ما بنجيش على الضلوع، لان انا لو كسرت الضلع بقى حاد، فالضلع ده ممكن يروح عامل لي ايه؟ خارم لي اللنج ولا معور لي الهارت القلب، فيدخل لي في مشاكل تانية. فانا مش هعمل كده. فانا كل اللي انا هعمله، عارفين الورق بتاع الكراتين المقوى ده؟ ماشي، انا هجيبه، لو الدراع، هو الدراع في الوضع ده، هجيبه كده واروح لفاه بقشار واروح ربطه هنا كده. تمام؟ ولو هينفع احط عليه كرتونه عشان اثبته. طب في الرجل برضه هجيب الورق المقوى ده او حته خشبه رفيعه واحطها في مكان الكسر واروح ربطاها، بحيث بس الاسعافات لما تيجي تعرف تنقله. طب لو كسر في العمود الفقري ولا الرقبه هعمل ايه؟
اتفقنا، ده مش هاجي عنده. عشان الحبل الشوكي. عشان لو انا كسرت الحبل الشوكي يؤدي الى وفاه او الشلل، فانا بلاش الموضوع ده. تمام كده؟ طيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.